هو انا في كل مره يا محمد هروح اساله؟ هو انت في حمل ذنب كل مره تاخديه على كتافك؟ شعور الندم بيتغير مع مراحل تغير عمرك. ازاي شعور الندم يا محمد بيتغير من مرحله لمرحله؟ حضرتك انت بتدير البيزنس دلوقتي، حجم التيم بتاعك كام؟ قوه التيم؟ عظيم جدا. محمد لما ياخد قرار يخص البيزنس والقرار ده يبقى فيه ندم في الاخر، حجم الندم يتضرر منه كام بني ادم؟ 10. صح؟ لما محمد يكون عنده شركه قوتها 100 بني ادم، شفت المرحله؟ حجم الندم بيرفلكت على ال100. لما محمد يكون عنده شركه فيها 1000 بني ادم، شفتوا حجم الندم؟ قرار واحد بس. الحاج محمود العربي رحمه الله عليه، ربنا يرحمه ويجعل كل اعماله في ميزان حسناته، في قرار حكيم خده اول لما حصلت كورونا، قرار يخص 40,000 بني ادم. مفيش بني ادم واحد هيمشي بسبب كورونا، واحنا مسؤولين ان احنا ندي الناس المرتبات بتاعتها في نفس الوقت. لو كان قرار اتاخد عكس كده، حجم الندم 40,000 أسرة. الله يفتح عليك، هو كان باصص للحتة دي. فلذلك يا جماعة انتوا محتاجين تدركوا ان القرارات اللي احنا بناخدها هي مش قرارات فردية، هي قرارات مرتبطة بحجم التأثير بتاعها على حسب انا بلعب ايه دلوقتي، انا الدور بتاعي ايه دلوقتي. طب دي لو في الأسرة، لو حضرتك فرد في الأسرة قبل ما تتجوز، حجم الندم هيعود على مين؟ عليك. طب لو حضرتك انت وزوجتك، طب لو في أطفال بيختلف.